السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل حاجة حلوة مع بعض. هنعمل القوالب كنافة. يعني بنفتكر حاجات كده من رمضان. خلاص هاني، كل سنة وانتم طيبين. ف يعني أفكار كده للحلويات في رمضان إن شاء الله بإذن الله، لو ربنا ادانا العمر يعني. هنا نعمل بالمهلبية ونعمل بالمكسرات. أنا المهلبية حطيت 3 معالق نشا على كوبايتين لبن. ما بحط السكر خالص. وبعد ما استوت خالص حطيت الفانيليا، وحطيت يعني معلقتين قشطة اللبن، او قشطة المعلبة اللي انتوا عايزينه. بس هي القشطة عامة بتدي المهلبية يعني طعم جميل كده وغني كده. فهنبدأ دلوقتي في الكنافة. الأول الكنافة أنا فرقتها، ما قطعتهاش اللي هو يعني تبقى ناعمة قوي، ولا برضو اللي هي فيها حتت. خليتها يعني وسط كده. حطيت ربع كوباية سكر مطحون، أو اللي هو العادي بتاعنا بتاع الشاي. بس يكون ناعم يعني شوية، ما يكونش الخشن قوي. واحط نص كوباية سمنة، او اكتر من كوباية سمنة، يعني حسب ما تشرب معاكي الكنافة كده وتحسي انها في ايدك ايه. آه يعني الشربت كلها ومليانة كده. احنا قلنا قبل كده حلويات الشرقية دي بتبقى ايه، تعتمد على السمنة. والسمنة تكون بلدي، تكون سمنة صفرا اللي انتوا عايزاه. بس عامة هي يعني كنافة او جلاش او الحاجات دي، يعني الشرقية، الحلويات الشرقية دي يعني بلدي بقى. والصفرة برضو اللي هي فرن او النيوزيلندي، او يعني الانواع بتاعت السمنة دي تمشي معاكي حلوة فيها يعني. انا فرقت شبعت الكنافة من السمنة والسكر. هجيب فنجان عادي خالص. هحط في الفنجان كيس، بحيث ان هي تطلع يعني منه الكنافة سهلة. هحط نص الفنجان آه كنافة. انا المكسرات اللي عندي دي بندق، على عين جمل، على لوز، على جوز الهند، على زبيب، زي ما انت عايزة حطي. ودي المهلبية. سبتها تبرد شوية. انا عملتها اول حاجة عشان تبرد شوية، عشان اعرف ايه اتعامل معاها. ما تخافيش، هي ماسكة معاكي كده، بس في الكنافة هتبقى ناعمة. يعني مجرد ما تستوي في الفرن هتلاقيها يعني رجعت سايحة تاني. اتكي بس على الفنجان قوي. انا بساوي يعني ما بيطلعش القالب مظبوط، انا بسويه بقى بعد ما اطلعه من ايه، من الفنجان. بس انت اتكي على الكنافة قوي، عشان كده بقولك ما تفرولهاش قوي، يعني خلي فيها قطع كده. دي صينية انا مش دهناها اي حاجة. هكتفي بالسمنة اللي في الكنافة اللي انا فرقاها بيها، واللي انا هحطه برضو عليها، هحطي برضو عليها سمنة بس بعد ما اخلص. بص يقعد الكيس يعكسني شوية كده، بس بيمشي يعني. وكانت زي الفل. دي المكسرات زي ما قلت لكم. اللي انت حباه بقى تحطي فيه حطيه. احنا بس ما علينا، احنا بندي افكار بس لبعضينا. واللي انت شايفاه حلو ليها ان شاء الله تعمليها ساده خالص. انا عملت حبه ساده عشان يعني ولادي ما بيحبوش اي نوع مكسرات في اي حلويات. انا عملت حبه كده وحبه كده، حبه ساده، حبه بالمكسرات، حبه بالمهلبيه. المهلبيه اللي هي القشطه الكدابه. بصي بقى انا خلصت. هبتدي بقى كل واحده احط ايه، اشبعها بالسمنه كده، بحيث انها تطلع معايا ناعمة من جوه طرية كده، ومن بره مقرمشة حلوة. حطي وما تخافيش، وهي لو يعني زادت ممكن ان انت تصفيها، ترجعي تصفيها تاني، ما يجراش حاجة. هو نص كيلو عمل معايا الصينيتين دول. عايزة تحطيها كلها في الصينية وتنزلي عليها المهلبية. هي بس مجرد احنا بنعمل ايه، افكار قبل اي حاجة، ونعمل اشكال بحيث نغير يعني. مش التقليدية بتاعتنا في الصينية ونفردها ونحط مثلا كام مهلبية او مكسرات يعني. نغير كده. ده الشربات بتاعها او السيرب. هنحط 3 كوبايات سكر على كوبايتين مية او كوبايتين ونص. انا عامة انا بعمل سيرم كتير،
وعندي مطربان فما بشيل فيه، يعني اللي يفيد بشيله عندي. عايزة بطلع على طول يا دوبك ادفيه واعمل. لو للكنافة بحط عليه سكر تاني واتقله شوية. لو هعمل بسبوسة او اعمل اي حاجة تاني بسيبه زي ما هو كده. فايه المهم يعني بيبقى جاهز معايا. بإذن الله بإذن الله لو ربنا ادانا العمر قبل رمضان هنعمل مع بعض السيرم عشان دي تبقى حاجتنا جاهزة. زي المكسرات والحاجات دي انا بحضرها وبحطها عندي برضو في مطربان بس في التلاجة. فالحاجات دي هتبقى جاهزة معايا. بص هي طلعت من الفرن حبة يعني اتحمروا شوية بس تمام حلوة كله زي الفل يعني. والباقي طلع باللون ده. طعمها بقى خطير والله العظيم طعمها جميل. جربي كده وحاجات بسيطة. هو بس يعني زي ما هي ما يعني ما فيهاش افتكاسة ولا حاجة. بس انا يعني هي مجرد اشكال. اشكال تفتح نفس الولاد وكده يعني. هي بتبقى مقرمشة كده من بره وناعمة من جوه. اللي هي فيها المكسرات او فيها المهلبية. الاتنين يعني بيبقوا حلوين. بالمناسبة انا في الشربات انا حطيت باكيتين فانيليا. يديها ريحة حلوة وطعم حلو كده. بما ان يعني ان هي حاجة حلوة وكده. حطي بقى الشربات زي ما انت عايزة وسكريها زي ما انت عايزة. لاحظي ان احنا المهلبية مش حاطين عليها سكر خالص. اهي قدامكم. ناعمة ناعمة اللي هو ايه يعني. يعني يا دوبك تمسكيها تحطيها ببقك كده. وصغنونة كده وحلوة. ولا تبهدلك ولا حاجة. يعني ولا بتمسكي حتة في ايديكي كده تقع منك ولا الكلام ده. والله خطيرة وطعمها جميل. هي مجرد افكار بس بنديها لبعضينا كده. ويا رب تعجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. ويعني فرحوني كده. بصوا طرية ازاي. انا يعني مش عارفة افتحها من ان هي طرية قوي. وزي ما قلت لكم المهلبية بصي ساحت جواها. اللي هو تحطيها ببقك كده تدوب في بقك هي مش مستحملة. ولا هتنشف منك ولا اي حاجة. انتوا شايفين المنظر بص. يعني ناعمة معايا. بس كده يا رب تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.